بعد ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن تقويم الاسنان، ايه اللي يخلينا نضطر ان احنا نعمل تقويم لاسناننا وايه مميزاته وعيوبه؟ خليني ابدا معاك النهارده بمميزات تقويم الاسنان. اول ميزه في تقويم الاسنان ان هو بيصلح ويعدل من وضع الاسنان، سواء لو عندك اسنان بارزه او في سن مايل او حتى في سن مش جاي في مكانه، وبالتالي بتحصل على ابتسامه بشكل اجمل. تاني ميزه ان هو بيصلح من وظيفه الاسنان، وده يظهر جدا مع الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في اطباق الاسنان على بعضها او مشاكل في العضه زي العضه المفتوحه. الناس دي بتعاني بصوره كبيره اثناء مضغ الطعام، وكذلك بيعانوا من مخارج الكلام ما بتطلعش مضبوطه. عشان كده الشخص ده لو عمل تقويم لاسنانه بيصلح كتير من مشاكل المضغ عنده، وكذلك بيحسن من مخارج الكلام. ثالث ميزه ان هو بيحافظ على السن نفسه وقوامه، وده يظهر جدا مع الاشخاص اللي بيعانوا من تزاحم في الاسنان. بتكون الاسنان عندهم مش مترصه جنب بعضها، وبالتالي بيظهر عنده تسوس جانبي في معظم الاسنان. وبالتالي الشخص ده لو عمل تقويم لاسنانه وعدل رصه الاسنان هيقلل فرصه حدوث اي تسوس جانبي في الاسنان، او ان هو يخسر احد اسنانه بسبب التزاحم. بالاضافه ان بعض الاشخاص اللي بيعانوا من تزاحم الاسنان وبيبقى مش عاجبه شكل اسنانه، فبيروح لدكتور الاسنان ويقول له يا دكتور انا عايز حل سريع احسن بيه شكل اسناني. للاسف بعض الدكاتره بيضطر ان هو يعمل له برد الاسنان، بل بالعكس ممكن يضطر ان هو يعمل له حشو عصب في الاسنان المتزاحمه، وبعد كده يغطيها بالتركيبات الصناعيه عشان يقدر يوصل للشكل المطلوب. في المقابل هو لو عمل تقويم لاسنانه مش هيعمل اي برد للاسنان، بل بالعكس هيحافظ على قوام السن بصلابته وقوته ويطول عمر السن نفسه. بعد ما قلت لك كل مميزات تقويم الاسنان، المره الجايه هقول لك على عيوب التقويم وامتى ما انصحكش انك تعمل تقويم لاسنانك.